عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا بعضنا مسلي بالحم العلوش كيما تراو فيها ناخدوهم مشحمين شوية وبالعظم باش يبننوا المسلي متاعنا. تنجموا تعملوهم بالدجاج، تنجموا تعملوا بالحوت، في بكل الطرق يجيكم بنين برشا. شوفوا ما شاء الله المنظر متاعو يشهي. وهذه من الأكلات التونسية الزمنية المفضلة عنا، اللي على مدى السنين نقعدوا ديما نطيبوها وما ننساوهاش، وتقعد ديما ماكلتنا المفضلة. وهذه أحسن وأبن وصفة من كوجينتنا التونسية الزمنية. وتبعوا معايا طريقة التحضير. اول حاجه خليت شويه زيت، نجموا تعملوا زيت اقطانيه والا زيت زيتونه ولا تخلطوا الزوز، كل انسان والامكانيات نتاعو شنو تسمح. خليت شويه بصل هكا قصيتهم جويدين وباش نقليوهم شوية. ذبلت شوية البصل، حكاية نص بصلة، كانها كبيرة كانها صغيرة تعمل بصلة كاملة. وبعد ما ذبلت شوية البصل باش نقلي اللحم، راهو يجي بنين برشا كيما الأول تقليه في البصل. وعندي شوية كليل أفرشك حطيت معاها شوية كليل، ونخليهم يتقليو شوية حتى لين لون اللحم متاعنا يتبدل. هذاك راهو يبنن برشا. ما حطيتش من الأول الملح، هو في العادة اللحم كي نحطوا له الملح من الاول يكسيح، يعني ما يتيبش بسهوله، ياخذ اكثر وقت. فهم يعني ماذا بيكم تخليوا حكايه نص ساعه كيك اللحم ومن بعد نملحوه. وتوا من بعد ما قليتهم مليح مليح مليح، توا باش نمرق بالماء باش نفوحوا. نحط له شويه كركم وشويه تابلو كرويه وشويه ملح ونكملوا بقيه التحضير. هاكا كيما تراو فيها مغرفة متاع ماكلة كركم، مغرفة متاع قهوة تبلو كروية، ومغرفة متاع قهوة فلفل أكحل، ومغرفة متاع قهوة ملح. ما تكثروش من الملح، ماذا بيكم ديما نقصوا شوية من الملح. ومن بعد ما حركتها مليح مليح حتى لفاح الكل وتخلط بالكدا مع اللحم، مرقتها بالماء وخليتها تطيب حكاية ساعة غير ربع. حكاية ساعة غير ربع، خاطر اللحم كبير شوية معناتها ياخذ وقت في الطياب، مش كيما الدجاج ربع ساعة هكاكا وتحطوا ديريكت في الفور. من بعد ما حطيتهم طابوا كيما قلت لكم حكاية ساعة غير ربع، باش نحطهم في البلاتو متاعي. ومن بعد باش نزيد نحط معاهم الطماطم، كل كعبة قسمتها على 2. البطاطس ذا كيف كيف قسيتها بكا الشرشاف هذيك فما كلاباري تنجم تشرشف بها البطاطا، كان ما عندكش تخليها تقصها كيما هي ترونشيت ترونشيت. والبصل كل كعبة كبصل صغير خذيته كل كعبة قسمتها على 2. ونحطوا الطبق متاعنا نزينوه بالكدا بالخضره. وانتي والخضره، هو في العاده الخضره هذه نجموا نحطوها احنا في المسقى، وفما اللي يزيدها اسفناريا، وفما اللي يخليها كيما هي. هو في العاده المسلي هكا الطريقه متاعو كان بطاطا طماطم وبصل وفلفل، اما فما شكون ريتهم يحطوا معاها اسفناريا. حسيل. ومن بعد ما زينت الطبق متاعي كيما تراو فيه، تو باش نسقي بكا المرق هذاك الكل حتى كشلين نغمها الخضره الكل. ومن بعد نحطها في الفور تيب، ما تاخذش برشا تيب خاطر البطاطا قسيتها جويده، والبصل فيسا فيسا يطيب. وكما قلت لكم اللحم ديجا احنا طيبناه بريسك نص طياب. ونحطها هكا غميتها بالكدا بالماء ونحطها في الفور على 180 درجه على 200 درجه انتي وقوه الفور متاعك، وتخليها تقعد تطيب بالكدا بالكدا. وتوا من بعد ما نقص نشحت معناتها بالماء، كي لقيتها نشحت لك زيدها شويه ماء، فهمت، باش تخليك شويه الكسقه هذيك نعديو بيه وكل. ومن بعد ما طابت كيما تراو فيها وتجمرت بالكدا، خرجت الطبق متاعي وزينته بشويه معدنوس وبصل. والمسلم تاعنا بصفة عامة ما من الأول حطيت فلفل قسيته مع المسلم، ومن بعد قليت شوية فلفل زينت به. وبالطبيعة بنة المسلم تاعنا ديما بفلفل مقلي ومعاها رشة معدنوس والبصل، راهو يبنن برشا برشا. وشوفوا المنظر كيفاش الشهي. وتوا نقولكم صحة وبشفاء ليكم، وجربوها ونأكد لكم إلا بنينة برشا أكلتنا التونسية الزمنية.
وفما برشا من الدول المجاورة مش التوانسة يحبوا ياسر الأكلات التونسية. إن ننصحكم ونودكم بأكلة بنينة برشا وسهلة على الآخر، وشوفوا كيفاش المنظر متاعها يشهي ويحكي وحده. وتوا نقولكم إلى اللقاء الناس الكل. كانك أول مرة تدخل قناتي ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وتوا نقولكم باي باي الناس الكل، ومشاهدة ممتعة للجميع.